انا معرفش مين هيسمع ده ومين هيستجيب واذا كان ده هيفرق في اي حاجه، بس لازم احاول. في المستشفى سكر ماما وصل لمستويات الدكاتره مش قادرين يفسروا ازاي هي واصله للمستويات دي، ولسه قادره تتكلم ولسه حاضره ذهنها. فعلا مش قادرين يفسروا، محدش قادر يفسر. السكر في بدايات الثلاثينات 32.4 34، ده الرينج اللي احنا عمالين نتحرك فيه. هي في المستشفى، هي واعيه، هي ضعيفه جدا بس هي واعيه. الدكاتره حاسين ان ده معناه انه جسمها، لانه مر بظروف تجويع على فتره طويله جدا جدا جدا، فهو عمل طرق ادابتيشن، عمل طرق بس في الاخر هو بينهار ببطء او بيشت داون ببطء، بيحاول يمسك في اي حاجه يحرقها عشان يطلع حبه طاقه منها. هي رافضه الجلوكوز تماما. وبس، واحنا في الوضع ده. مش المفروض نبقى في الوضع ده، وحقيقي اللحظه دي ملهاش اي علاقه ب الناس موقفها ايه، من عيلتي، من علاء، من مامتي، من الثوره، من اي حاجه. احنا بنتكلم في انه في بني ادم قضى 11 سنه في السجن، في بني ادم اتحكم عليه بحكمين، قضى الحكمين وخلصهم، ولسبب ما محدش راضي يخرجه من السجن. انا مش عارفه السلطه في مصر والحكومه البريطانيه، مش عارفه كل حد في الدنيا وفي العالم مستنيين ايه؟ هل مستنيين هي تموت فعلا؟ مش المفروض نبقى في الموقف ده. ارجوكم علاء يخرج باي طريقه تشوفوها مناسبه، باي طريقه تريحكم. انا مش، محدش فينا فارق معاه طريقه الاخراج، الحاجه الوحيده اللي فارقه معانا انه ما نخسرش ماما. في محاولات اخراج علاء بعد ما خلص حكمه. علاء خلص حكم، علاء ينفع يخرج لان يتحسب له مدة الحبس الاحتياطي. علاء ينفع يخرج لان احنا مقدمين بقالنا شهور طلب مباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي بنناشده ان هو يصدر عفو عن علاء ويكتفي بالسنين اللي اتاخدت من حياته وحياة خالد. ايا كانت الطريقة، ايا كان الاخراج، مش مهم، المهم انه علاء يخرج وماما ما تموتش واحنا نتساب في حالنا. احنا بقالنا سنين بنلاقي طريقة نتخارج بيها من الصراع ده اللي بقى صراع صفري تماما. مش متأكدة انه لو ماما ماتت وبالتالي علاء هيتدهور واكيد مش هيصمد في السجن. ده هيخلي اي حد يتخارج ولا هيخلي اي حد يبقى احسن، ومش فاهمة ده بيحقق ايه، مش حقيقي مش فاهمة ده بيحقق ايه لاي حد. فمرة تانية دي مناشدة لأي حد عنده سلطة، عنده قناة تواصل، عنده حبة عشم، عنده رجاء مع الرئاسة والسلطة المصرية، عنده خدمة، استسماح، أي حاجة يقدر يطلبها من السلطة المصرية. اعتقونا، خرجوا علاء وانقذوا أمي وارحمونا، ارحمونا كفاية. بس